بكم معنا. اليوم سنتناول فكرة قد تبدو لنا بديهية جدا، لكنها ممكن تكون أخطر فكرة صدقناها. الفكرة هي أن المعرفة تقودنا إلى عالم أفضل. لكن ماذا لو كان العكس هو الصحيح؟ ماذا لو كانت معرفتنا البشرية الهائلة على مر التاريخ أداة للتدمير أكثر منها أداة للبناء؟ هذه هي القنبلة اللي فجرها الشاعر الكردستاني بشر جوهوري في دراسة نقدية له عن كتاب للمفكر ريبر هوبون، الحب وجود والوجود معرفة. صراحة هذا الادعاء أوقفني تماماً، ومهمتنا اليوم هي نفهم معاً كيف توصل لهذه النتيجة المظلمة. بالضبط، هي فكرة صادمة لأنها تضرب في صميم إيماننا بالتقدم، ومهمتنا هي تفكيك هذا التشخيص المعقد اللي بيقدموه جهري. هو لا يكتفي بإلقاء هذا الاتهام، لا، بل يبني حجة متماسكة لشرح سبب تحول المعرفة اللي المفروض تكون منارة إلى سلاح. رح نبحث في التناقض اللي يطرحه، كيف يمكن للمعرفة أن تفشل في خدمة الإنسان، والأهم من ذلك ما هو البديل اللي يلمح إليه للخروج من هذا المأزق التاريخي مباشرة، لأنها تحدد مسار حديثنا بالكامل. يقول بيشروج جوهري: لم تستثمر البشرية المعرفة في تطوير وتنمية الحياة الإنسانية منذ القدم بقدر ما تم استثمارها في الحروب والتدمير. هذا مش مجرد رأي، هذا يبدو كحكم تاريخي قاسٍ جداً، وهو حكم يدعمه بأدلة. ما يجعل هذا الادعاء قوياً هو أن جوهري لا يتركه عائماً، هو يحدد فترة زمنية مروعة ليثبت وجهة نظره، فيقول إن هذا النمط كان سائداً بشكل خاص في الفترة الممتدة بين عام 1861 قبل الميلاد وعام 1496 ميلادياً. تخيلي، أكثر من 3000 عام من التاريخ المسجل. ويضيف تفصيلاً مهماً جداً لوصف حجم الدمار. يقول إن هذه الصراعات لم تدمر فقط الطبيعة الثانية، أي المجتمع البشري نفسه، بل دمرت حتى الطبيعة الأولى. حسناً، هذان المصطلحان، الطبيعة الأولى والطبيعة الثانية، يحتاجان توضيح. هل يمكن أن نبسطهما؟ طبعاً. فكري في الأمر كأنه جهاز كمبيوتر. الطبيعة الأولى هي الهاردوير، هي الكوكب نفسه، البيئة، الجغرافيا، الأنهار، الجبال، هي المسرح المادي الذي نعيش عليه. أما الطبيعة الثانية فهي السوفتوير، المجتمع، الثقافة، القوانين، العلاقات الإنسانية اللي بنيناها فوق هذا الهاردوير. اللي يقوله جوهري هو أن معرفتنا لم تدمر فقط برامجنا الاجتماعية، بل حرقت الهاردوير نفسه اللي نعمل عليه. إنه دمار شامل على كل المستويات. هذا التشبيه يوضح الفكرة تماماً، لكن هذا يقودني لمصطلح آخر استخدمه ويبدو محورياً: هشاشة واضحة لدور المعرفة في حب الوجود المعرفي. هذه العبارة تبدو فلسفية ومعقدة، خليني أحاول أفهمها. هو لا يقول إن المعرفة كانت ضعيفة أو قليلة، بل يقول إن دورها كان هشاً. هل يعني هذا أننا امتلكنا أقوى محرك في العالم وهو المعرفة، لكن لم يكن هناك سائق لديه نية للذهاب إلى مكان جيد؟ هل الهشاشة كانت في البوصلة الأخلاقية وليس في قوة المحرك؟ هذا هو بالضبط جوهر المسألة. تحليل ممتاز. الهشاشة ليست في المعرفة كأداة، بل في الإرادة اللي توجهها. جوهري يوضح في نصه أنه كان هناك عدم وجود أي نية في استثمار المعرفة لتطوير الوجود الإنساني. المشكلة لم تكن في غياب العلم، بل في غياب الحكمة. كانت المعرفة وقوداً للحروب، أداة لحساب مسارات المقذوفات وبناء حصون أقوى، وليس لزراعة حقول أكثر أو بناء مجتمعات أسعد. هذا الغياب التام للنية الحسنة هو ما خلق حلقة مفرغة من التدمير. حسناً، هذه المقدمة تضعنا في قلب الأزمة، وهذا يقودنا مباشرة لنقد جوهري لكتاب المفكر ريبر هابون. المثير للاهتمام أن جوهري لا يبدأ بالهجوم، بل يبدأ بالاتفاق مع الفكرة الأساسية اللي يطرحها ريبر هابون، وهي أن الحياة أساس النهضة والتقدم في حياة الشعوب. تبدو هذه نقطة انطلاق منطقية ومتفق عليها. صحيح، هو يوافق على المبدأ العام، لكن من نقطة الاتفاق هذه يبدأ النقد العميق. يرى جوهري أن خطأ ريبر هوبون الكبير يكمن في التعميم، ففكرة أن الحياة أساس النهضة قد تكون صحيحة،
لكنها ليست قانوناً فيزيائياً ينطبق في كل مكان وزمان بنفس الطريقة. وهنا يقدم جوهري مفهوماً أساسياً في نقده، وهو الزمكان. الزمكان هذا مصطلح نربطه عادة بالفيزياء ونظريات أينشتاين. كيف يستخدمه جوهري في سياق اجتماعي وفلسفي؟ هو يستخدمه بشكل مجازي وذكي جداً. فكري في الأمر كالتالي: الفكرة السياسية أو الاجتماعية تشبه نبتة معينة. هذه النبتة ازدهرت في تربة ومناخ محددين. هذا هو الزمكان الخاص بها، أي سياقها التاريخي والجغرافي. اللي يقوله جوهري هو أنك لا تستطيع أن تأخذ هذه النبتة اللي ازدهرت في فرنسا في القرن ال18 وتتوقع منها أن تنمو بنفس الطريقة في تربة الشرق الأوسط في القرن ال21. السياق أو الزمكان يغير كل شيء. فالمعرفة التي تنظم المجتمعات ليست كونية كالرياضيات، بل هي محلية وخاصة بكل سياق. مثال النبتة هذا يجعل الفكرة واضحة جدا. إذن هو يتحدث عن نسبية المفاهيم الاجتماعية. هل يعطي أمثلة محددة من الدراسة؟ نعم، ويعطي أمثلة قوية جدا. المثال الأبرز هو مفهوم العدالة. يقتبس جوهري قولا مأثورا ليوضح فكرته، فيقول: فالعدالة ما قبل جبال البيرينية ليست كما بعدها، وهكذا دواليك عبر كل الكوكب الأزرق. المعنى هنا بسيط وعميق. ما يعتبره مجتمع ما قمة العدل قد يعتبره مجتمع آخر على الجانب الآخر من الجبل ظلما بينا. لا يوجد تعريف عالمي واحد متفق عليه. ويطبق نفس المنطق على مفهوم الديمقراطية، أليس كذلك؟ تماما. يشير إلى أنه لا يوجد اتفاق عالمي حول ما تعنيه الديمقراطية حقا. هل هي حكم الأغلبية أم حماية حقوق الأقلية؟ هل هي مجرد صناديق اقتراع أم ثقافة مجتمعية كاملة؟ ولهذا السبب فإن ما يسمى بالديمقراطية في الصين يختلف جذريا عن ألمانيا، والذي يختلف بدوره عن النموذج الفرنسي أو الأمريكي. كل مجتمع يصبغ هذا المفهوم المستورد بلون ثقافته وتاريخه الخاص حتى يصبح شيئا مختلفا تماما. لحظة، هذا أمر خطير. إذا ربطنا هذه الفكرة بما قاله في البداية، هل يعني جوهري أن السبب الجذري لآلاف السنين من الحروب المدمرة هو في الأساس سوء فهم؟ هل نحن نتقاتل ونموت من أجل كلمات مثل العدالة والحرية والديمقراطية، بينما كل طرف منا يعني بها شيئا مختلفا تماما؟ هذا هو بالضبط ما يلمح إليه. هو يرى أن هذا الاختلاف ليس سطحيا، بل ينبع من شيء أعمق يسميه الذاكرة الأخلاقية لكل شعب. يمكن أن نفكر في هذه الذاكرة كأنها نظام التشغيل أو الكود المصدري للمجتمع. هي التي تشكل فهمها للمفاهيم الكبرى وتحدد ردود أفعاله. وهنا نصل إلى اقتباس محوري في دراسته يلخص هذه الأزمة. يقول جوهري: كل هذه التجارب أثبتت بأن هنالك عقائد معرفية مختلفة بين الشعوب، وفي كل هذه السياقات أثبتت أن المعرفة وعلم الاجتماع يعانيان من أزمة بنيوية عميقة وعدم فهمها وقدرتها على حل المشاكل التي يعاني منها البشر. هذه قفزة كبيرة. هو لا يلوم السياسيين أو الجنرالات فقط، بل يوجه الاتهام إلى علم الاجتماع نفسه، العلم الذي يفترض به أن يفهم هذه الديناميكيات. يقول إنه يعاني من أزمة بنيوية. هذا اتهام كبير. ويضيف أن الجميع فشلوا في حل مشاكل البشر، الأنبياء والفلاسفة والآن علماء الاجتماع. الشعور الذي يصلني هو أننا عالقون في مشكلة أعمق بكثير مما نتخيل. نعم، وهذا هو نقده الأساسي لرؤية ريبر هابون. يرى أن ريبر هابون في كتابه يتعامل مع المعرفة كأنها شيء كلي، وصفة واحدة يمكن تطبيقها في كل مكان. هذا التجاهل لخصوصية الذاكرة الأخلاقية لكل شعب هو ما يوقعنا في المشاكل مرارا وتكرارا. لكن من المهم جدا أن نوضح أن نقد جوهري هو نقد فكري وليس هجوما شخصيا. فهو يثني على جهود ريبر هابون ويصف مطالبته بالمثالية، ويعتبر أنها نابعة من أخلاقياته المكتسبة من تاريخ الشعب الكردي المحب للإنسانية. إنه يحترم نبل القصد، لكنه يختلف جذريا مع المنهج. هذا التوازن مهم لأنه يظهر أن النقاش يدور حول الأفكار وليس الأشخاص.
حسناً، إذا كانت كل ثقافة لها ذاكرة أخلاقية خاصة بها، ولكل مجتمع زمكان فريد، فلا بد أن هذا له انعكاسات ضخمة على منطقتنا الشرق الأوسط. كيف يطبق جوهري هذه الفكرة على أزمة الشرق؟ هنا يصبح تشخيصه حاداً ومباشرة، يطرح مفارقة مؤلمة. الغرب في نهضته الأولى استفاد من إنجازات علماء الشرق في العصور الوسطى مثل ابن سينا وابن رشد وغيرهم، لكن عندما حان وقت نهضة الشرق الحديثة فشل الشرق في الاستفادة من إرثه هو، وبدلاً من ذلك لجأ إلى التقليد. تقليد من الغرب؟ بالضبط، وهنا يوجه ونهدأ لكل المشاريع النهضوية الكبرى التي شهدتها المنطقة في القرن العشرين. لديه اقتباس يلخص تشخيصه بشكل كامل ومباشر، يقول فيه: الشيوعيون والإسلام السياسي والقوميون جميعهم فشلوا لأنهم لم يعتمدوا على ثقافاتهم التاريخية للاستفادة منها نحو المستقبل، بل قلدوا الغرب في كل شيء، وهنا يكمن سبب الفشل. إنه يضع الجميع في سلة واحدة، اليساري الذي استورد الماركسية، والقومي الذي استورد فكرة الدولة القومية الأوروبية، وحتى الإسلامي السياسي، يرى أنهم جميعا ارتكبوا نفس الخطأ القاتل: استيراد برامج جاهزة من الخارج ومحاولة تشغيلها على هاردوير ثقافي مختلف تماما، فكانت النتيجة هي الفشل الحتمي. أريد أن أتوقف عند نقطة محددة ذكرها، وهي أن الإسلام السياسي اعتمد فقط على السلفية الرجعية. هذه الملاحظة ذكية جدا، لأنها تظهر أن نقده أعمق من مجرد رفض للغرب. فالمشكلة ليست فقط في تقليد الآخر، بل أيضا في كيفية تعاملنا مع تراثنا الذاتي. هو يقول إن حتى التيارات التي تدعي الأصالة فشلت لأنها اختارت قراءة جامدة ورجعية من التراث، بدلاً من استلهامه بشكل حيوي وخلاق لبناء المستقبل. تماماً، الفشل له وجهان: التقليد الأعمى للخارج والقراءة المجمدة للداخل. في كلتا الحالتين أنت لا تبني شيئاً جديداً وأصيلاً ينبع من ذاكرتك الأخلاقية، والنتيجة الحتمية لهذا الفشل المزدوج كما يراها جوهري هي ما نراه اليوم: استمرار الصراعات الدموية التي لا تنتهي في الشرق. فهو يرى أن هذه المنطقة لم تستطع حتى الآن بناء نظام سياسي واجتماعي نابع من ذاتها، وفي هذا السياق يرى ما سمي بربيع الشعوب ليس كحل، بل كعرض من أعراض الأزمة. كان صرخة ألم ومحاولة يائسة للخروج من هذا المأزق التاريخي، لكنها كانت على حد وصفه محاولة بلا جدوى، لأنها لم تعالج جذر المشكلة. إذا أردنا أن نجمع خيوط هذه الرحلة الفكرية المعقدة، فقد بدأنا من فكرة صادمة: المعرفة استخدمت للتدمير، ثم اكتشفنا أن السبب بحسب جوهري ليس في المعرفة نفسها، بل في فكرة وجود معرفة عالمية صالحة للجميع. هو يطرح بدلاً منها فكرة الذاكرة الأخلاقية الخاصة بكل شعب، والتي تجعل مفاهيم كالعدالة والديمقراطية تختلف من مكان لآخر. وأخيراً، رأينا كيف أن تجاهل هذه الحقيقة هو السبب الجذري لفشل كل محاولات النهضة في الشرق، اللي غرقت في تقليد الآخر أو تجميد الذات. وهذا هو بالضبط ما يجعل تحليل بيشروك جوهري مهماً. إنه لا يقدم حلولاً سهلة أو وصفات سحرية. ما يقدمه هو تشخيص عميق وجذري للأزمة. هو يضع يده على الجرح ويقول لنا: المشكلة هنا، المشكلة في علاقتنا بالمعرفة، وفي علاقتنا بأنفسنا وبتاريخنا. وهذا التشخيص مهما كان مؤلماً هو الخطوة الأولى والضرورية قبل التفكير في أي علاج حقيقي. هو يجبرنا على التوقف عن البحث عن حلول سريعة ومستوردة، والبدء في طرح الأسئلة الصعبة. بالفعل، وهو يتركنا في النهاية أمام هذا التشخيص الدقيق، وأمام سؤال مفتوح ومصيري. بعد أن أثبت فشل التقليد واستمرار الصراعات، ينهي دراسته بسؤال بسيط في شكله، عملاق في معناه، مكون من كلمتين فقط: فما العمل؟ وهذا هو السؤال الذي نتركه للمستمع ليتأمله. إذا كان الطريق كما يلمح جوهري لا يكمن في استيراد أفكار الغرب، ولا في العودة إلى تفسير جامد للماضي، بل في بناء نهضة أصيلة على أساس الثقافة التاريخية الحية لكل شعب، فكيف يبدو شكل هذا الطريق عملياً؟ ومن أين نبدأ في بنائه؟ سؤال مفتوح، وإجابته قد تحدد مستقبل أجيال قادمة.